السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي عشاق الملكي العظيم. قبل ما نبدأ أخبارنا اليوم صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. المباراة الأولى لفرانشيسكو كيكي مع الزمالك، فوز على نادي بتروجيت بنتيجة 3-1. حضرت اللقاء وأحاول أشرح من وجهة نظري فوز الزمالك والأفكار من خلال تحليل رقمي لفوز الزمالك على بتروجيت 3-1 دوري السوبر المصري لكرة الطايرة الجولة الثانية. أولا، ملخص رقمي كامل للمباراة. إجمالي نقاط المباراة: الزمالك 100 نقطة، بتروجيت 85 نقطة، فارق 15 لصالح الزمالك. توزيع نقاط الزمالك: 54 هجوم، 5 إرسال مباشر، 14 بلوك، 27 من أخطاء المنافس. توزيع نقاط بتروجيت: 45 هجوم، 2 إرسال، 11 بلوك، 27 من أخطاء الزمالك. الزمالك تفوق في كل عناصر الحسم: الهجوم، الإرسال، البلوك، وليس فقط بسبب أخطاء المنافس. ثانيا، التحليل الهجومي بالأرقام: الزمالك 103 محاولة هجومية، 54 نقطة مباشرة، نسبة نجاح هجومي 52%، 10 أخطاء هجومية فقط، 11 كرة بلوكت. بعد الاستقبال 66 محاولة، 36 نقطة، 55% نجاح. في التحويلات 37 محاولة، 18 نقطة، 49 نجاح. الزمالك كان فعالا جدا في الكرة الأولى بعد الاستقبال الجيد، ونجح في إنهاء التحويلات بكفاءة عالية. بتروجيت 150 محاولة هجومية، 45 نقطة، نسبة نجاح 43%، 6 أخطاء. بتروجيت كان كويس فقط عند الاستقبال الجيد للكرة الأولى، لكنه انهار هجوميا تحت ضغط الإرسال. ثالثا، الإرسال والاستقبال: الزمالك 98 إرسال، 13 خطأ إرسال. الاستقبال 70 كورة، 70% استقبال إيجابي، 49 استقبال ممتاز. الاستقبال كان نقطة تحول كبيرة في أداء الزمالك صراحة، سمح بتنويع الهجوم وفتح اللعب على السنتر والضريبة، سواء من 2 أو 4 أو مركز 6. بتروجيت 86 إرسال، 15 خطأ فقط. الاستقبال 85 كرة، 55% إيجابي، 35 ممتاز. الفرق هنا حاسم، جودة استقبال الزمالك أعلى ب15 تقريبا. رابعا، البلوك والدفاع: الزمالك 14 بلوك مباشر، تنظيم واضح على الأطراف، قراءة ممتازة لزوايا الضرب. بتروجيت 11 بلوك، لكن تلقى 11 بلوك ضده. الفرق الذهني في قراءة اللعب كان لصالح الزمالك. خامسا، أفكار المدربين: الزمالك فرانشيسكو كيكي، سرعة بناء الهجمة الأولى، تنويع الضرب بين الضاربين والسناتر، ضغط إرسال موجه على مستقبل معين. مذاكر الماتش كويس أوي، اعتماد واضح على التحولات السريعة. الأرقام تؤكد الفكرة: 52% هجوم، 55% بعد استقبال إيجابي، 14 بلوك، تفوق تكتيكي واضح. بتروجيت ميدو مصلحي لعب عالي على الأطراف، محاولة إطالة الراليات، رفع الإيقاع في الشوط الثالث. المشكلة عند انخفاض جودة الاستقبال، الهجوم يهبط إلى 31%، ضعف التأثير في الإرسال. لماذا فاز الزمالك؟ استقبال أعلى، جودة 70% مقابل 55%، كفاءة هجومية أعلى 52% مقابل 43%، ضغط إرسال مؤثر، تنظيم بلوك أفضل، تنوع هجومي واضح،
إدارة ذهنية ممتازة بعد خسارة الشوط التالت. الزمالك لم يفز فقط بنتيجة 3-1 بل فاز تكتيكيا ورقميا في إدارة الريتم، استغلال الكرة الأولى، التحولات الدفاعية، قراءة البلوك، الضغط الإرسالي. مباراة تؤكد أن الفارق لم يكن مجرد مهارة فردية بل تفوق منظومة كاملة. معلومة على الماشي: ناصر ماهر يواصل التألق والإبداع مع بيراميدز، سجل المباراة الثانية على التوالي مع الفريق، لاعب إضافة قوية لأي فريق. استنى قبل ما تبدأ الفيديو خليني أسألك سؤال واحد بس: الزمالك داخل على مرحلة هدوء واستقرار ولا داخل على مرحلة زلزال إداري ممكن يغير كل حاجة؟ إصابة لاعب مهم وغيابه شهر كامل، تسويات مالية وملفات كانت تقيلة واتقفلت، مستحقات لعيبة اتدفعت بالكامل، لاعبين جددوا عقودهم، عروض رحيل مرفوضة، مجلس إدارة عليه علامات استفهام كبيرة، وكلام قوي جدا عن مخالفاته، واسم تقيل ممكن يدخل المشهد ويغير شكل المرحلة الجاية بالكامل. يعني ببساطة الزمالك دلوقتي واقف على مفترق طرق. اللي هيحصل في الأسابيع الجاية مش هيكون عادي، واللي فاهم كورة بجد يعرف إن أخطر لحظة على أي نادي مش وقت الهزيمة، أخطر لحظة هي وقت القرارات الكبيرة. النهاردة مش هنتكلم عن خبر واحد، النهاردة هنتكلم عن الصورة كاملة، عن كل الملفات، عن كل التفاصيل، وعن اللي ممكن يحصل في نادي الزمالك قريب جدا. لو انت زملكاوي بجد يبقى الفيديو ده مهم ليك، ولو بتفهم في الكورة يبقى لازم تكمله للآخر. خلي تركيزك معايا للنهاية. مساء الخير على كل زملكاوي حقيقي، مساء على كل الناس اللي حبها وحبها للنادي ده مش مجرد تشجيع لكن انتماء، إحساس، حكاية عمر كامل. نادي الزمالك مش مجرد فريق كورة، الزمالك تاريخ طويل من الصمود، من التحدي، من الوقوف قدام العواصف. نادي تعرض لأزمات كتيرة، أزمات مالية، أزمات إدارية، أزمات فنية، لكن الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما اتغيرت هي إن الزمالك كان دايما بيرجع. يمكن يتعب يمكن يتأخر لكن عمره ما اختفى وعمره ما انتهى. النهاردة عندنا حلقة تقيلة جدا، حلقة فيها أخبار مهمة، فيها كواليس، فيها قرارات، وفيها حاجات ممكن تغير شكل المرحلة الجاية في نادي الزمالك بالكامل. هنتكلم عن إصابة لاعب مهم وتأثيرها على الفريق، تسويات مالية وملفات اتقفلت، استقرار داخل غرفة الملابس، ملف مجلس الإدارة وعلامات الاستفهام، أسماء ممكن يكون لها دور كبير في المرحلة الجاية، وملف لاعبين وتجديدات وعروض رحيل. يعني باختصار الصورة الكاملة. واللي بيفهم الزمالك كويس يعرف إن أخطر لحظة على أي نادي مش وقت الهزيمة، أخطر لحظة هي وقت عدم الاستقرار، وعشان كده لازم نبص لكل حاجة بهدوء وبعقل، لكن برضو بقلب زملكاوي فاهم يعني إيه النادي ده. خليكم مركزين معايا للآخر لأن التفاصيل مهمة والصورة الكاملة أهم بكتير من أي خبر لوحده. ويلا بينا نبدأ. أولا، إصابة آدم كايد وتأثيرها 5 دقايق. نبدأ بخبر مهم على مستوى الفريق. آدم كايد تعرض لتمزق في عضلة السمانة وهيغيب عن التدريبات الزمالك حوالي 4 أسابيع. الإصابة دي مش بسيطة لأن عضلة السمانة من الإصابات اللي محتاجة تأهيل كويس جدا، واستعجال في الرجوع ممكن يسبب انتكاسة. غياب لاعب لمدة شهر تقريبا بيأثر على انسجام الفريق، الخيارات الفنية للمدرب، شكل التشكيل الأساسي، وده بيخلي الجهاز الفني لازم يعيد ترتيب أوراقه. لكن في نفس الوقت الفرق الكبيرة دايما بتكون جاهزة للظروف. ثانيا، تسويات الزمالك الأخيرة. الزمالك نجح في إنه يعمل تسويات مع صلاح مصدق، عبد الحميد معالي، عمر فرج، والملف ده كان من الملفات التقيلة جدا على النادي، لأن أي قضية مفتوحة كانت ممكن تسبب مشاكل في القيد أو ضغوط مالية إضافية. إنك تقفل الملفات دي ده معناه إنه في محاولة
جدية لترتيب البيت من جوّه، وده شيء مهم جدًا، لإن الاستقرار المالي هو أساس أي نجاح رياضي. ثالثًا مستحقات اللاعبين، خبر مهم جدًا. مستحقات اللاعبين اتدفعت بالكامل والملف ده اتقفل، ودي نقطة فارقة، لإن اللاعب لمّا يبقى مرتاح ذهنيًا بيقدر يركّز في الملعب بس، والزمالك في سنين فاتت عانى كتير من الملف ده، وكان له تأثير مباشر على الأداء. دلوقتي الصورة أفضل. رابعًا تجديد محمد شحاتة. محمد شحاتة جدد عقده مع نادي الزمالك ودي خطوة مهمة، لأن الحفاظ على العناصر الشابة هو أساس بناء فريق للمستقبل. الفريق الكبير مش اللي يشتري كل سنة 10 لاعبين، الفريق الكبير هو اللي بيبني. خامسًا ملف بنزا. لحد الآن الاتجاه داخل الزمالك هو رفض عروض رحيل بنزا، لأن القرار النهائي هيتحسم قريب، وده معناه إن الإدارة شايفة إن اللاعب له دور مهم أو إن العروض مش مناسبة، والقرار هنا لازم يكون متوازن، لأن الحفاظ على القوام الأساسي للفريق مهم جدًا. سادسًا جون إدوارد. جون إدوارد اسم عليه جدل، لكن في نقطة لازم تتقال بوضوح. راجل بيساهم وبيتحمّل مصاريف من جيبه في بعض الأمور، ممكن تختلف معاه، لكن لازم نقول الحقيقة كاملة، وفي نفس الوقت استمراره حاليًا بسبب وجود شرط جزائي كبير، وده بيخلّي المسألة مش سهلة. سابعًا مجلس الإدارة وعلامات الاستفهام. نخش على الملف الأهم. المجلس الحالي عليه علامات استفهام كبيرة، في كلام عن مخالفات قوية، وفي حالة ترقب وارد في أي لحظة يحصل قرار بحل المجلس أو تغييرات كبيرة. والزمالك تاريخيًا أكتر نادي اتأثّر بعدم الاستقرار الإداري، والمرحلة الجاية محتاجة هدوء وتنظيم وإدارة تعرف تبني. ثامنًا عمرو الجنايني. اسم عمرو الجنايني يتردد بقوة، وفي توقعات إن ليه دور كبير في المرحلة الجاية لو حصلت تغييرات. ورجل عنده خبرة إدارية واشتغل في ظروف صعبة قبل كده، لكن النجاح في النهاية مش بيعتمد على شخص واحد، النجاح بيبقى منظومة كاملة. خليني أقول كلمة من القلب. الزمالك مش مجرد نادي، الزمالك فكرة، حال، روح. نادي مر عليه سنين صعبة، سنين كان ممكن أي كيان تاني ينهار فيها، لكن الزمالك فضل واقف، واقف بجمهوره، واقف بتاريخه، واقف لأنه ببساطة كبير. اللي فاكر إن الزمالك ممكن يختفي ما يعرفش التاريخ، واللي فاكر إن الجمهور ممكن يسيب ناديه ما فهمش إيه يعني انتماء. المرحلة الجاية ممكن تكون صعبة، ممكن تكون فيها تغيرات كبيرة، لكن الحاجة الوحيدة المؤكدة إن الزمالك هيفضل الزمالك، وإن الكيانات الكبيرة بتتعب لكن ما بتموتش. وفي النهاية خلّيني أقول كلمة من القلب، كلمة مش مجرد كلام بيتقال في آخر فيديو، لكن حقيقة أي زملكاوي عارفها كويس. الزمالك مش مجرد نادي، الزمالك حكاية طويلة، حكاية اتكتبت بالعرق وبالصبر وبجمهور عمره ما باع ناديه ولا سابه في أصعب الظروف. ناس كتير بتبص للزمالك من بره وبتشوف نتائج أو أزمات أو مشاكل، لكن اللي جوه الحكاية عارف إن الزمالك أكبر من كل ده بكتير. الزمالك تعب، الزمالك اتظلم، الزمالك مر بسنين صعبة جدا، يمكن أصعب من أي نادي تاني يستحمله، لكن في كل مرة كان بيرجع، ودي مش صدفة، دي طبيعة الكيانات الكبيرة، إنها ممكن تتعب لكن ما بتقعش. خليكم فاكرين حاجة مهمة، النادي الكبير مش هو اللي يكسب كل يوم، النادي الكبير هو اللي يقوم بعد كل سقوط ويقف تاني ويرجع ينافس ويرجع يخوف ويرجع يثبت إنه موجود. والزمالك طول عمره كده، يتعب شوية لكن لما يرجع تقيل. يمكن المرحلة اللي النادي بيمر بيها دلوقتي صعبة، يمكن فيها لخبطة،
فيها قرارات، فيها تغيُّرات، فيها توتُّر، لكن التاريخ بيقول إن الزمالك دايمًا بيطلع من المراحل دي أقوى، واللي فاكر إن الزمالك ممكن يختفي يبقى ما يعرفش الزمالك، واللي فاكر إن جمهور الزمالك ممكن يتخلّى عنه يبقى ما يعرفش يعني إيه حُب نادي بجد. جمهور الزمالك تحديدًا جمهور مش سهل، جمهور عاش أفراح كبيرة وعاش لحظات صعبة جدًا، ومع ذلك فضل واقف في المدرج، واقف قدّام الشاشات، واقف يدافع عن ناديه في كل مكان، واقف لإنه ببساطة شايف الزمالك جزء من حياته، ودي حاجة مش أي حد يفهمها. خلّيكم فاكرين إن الكورة مش بس بطولات، الكورة انتماء، والكورة كرامة، والكورة روح، والزمالك دايمًا كان عنده الروح دي، الروح اللي تخلّيه يقاتل في أصعب الظروف، الروح اللي تخلّيه يرجع لمّا ناس كتير تفتكر إنه خلاص انتهى. اللي جاي ممكن يكون صعب، ممكن يكون فيه قرارات كبيرة، ممكن يكون فيه تغيُّرات، لكن الحاجة الوحيدة اللي ما بتتغيّرش إن الزمالك هيفضل هو الزمالك، هيفضل الكيان اللي اسمه تقيل، هيفضل النادي اللي تاريخه مليان لحظات عظيمة، هيفضل الفريق اللي لمّا يرجع، يرجع بشكل يخلّي الكل يحسب له ألف حساب. وأنا عايز أقول لكل زملكاوي بيسمعني دلوقتي، خلّيك فاكر إن النادي ده محتاج لك، محتاج دعمك، محتاج صبرك، محتاج إنك تفضل واقف وراه، لإن الكيانات الكبيرة لمّا ما بتتبنيش في يوم وما بترجعش في يوم، لكن لمّا بترجع، بترجع صح، وصدّقني مهما طال الوقت الزمالك هيرجع، يمكن مش بسرعة لكن هيرجع، وده مش تفاؤل، ده تاريخ، التاريخ بيقول إن الزمالك عمره ما كان محطة عابرة، وعمره ما كان رقم صغير، وعمره ما كان نادي بيتنسي، الزمالك دايمًا حاضر، دايمًا مؤثّر، دايمًا تقيل، وفي النهاية خلّي دايمًا عندك يقين إن حُبّك للنادي ده مش مرتبط بمباراة ولا ببطولة ولا بموسم، حُب الزمالك هو حُب الكيان نَفْسه، حُب القصة، حُب التاريخ، حُب الروح اللي جوّه القميص الأبيض، ويمكن دي الحاجة اللي ناس كتير ما تفهمهاش، إن الزمالك مش بس نادي، الزمالك إحساس، إحساس ما يتشرحش لكنه يتعاش. نشوفكم في حلقة جديدة، وإلى أن نلتقي خلّي دايمًا ثقتك في ناديك كبيرة، لأن الكبار مهما تعبوا ما بيُقعوش، والكيانات العظيمة ممكن تتأخر لكنها لا تموت أبدًا. قبل ما نقفل اسمعني كويس وخلّي الكلام ده يفضل في دماغك، الزمالك مش نادي عادي، الزمالك فكرة، واللي يفهم يعني إيه فكرة يعرف إنها ما بتموتش. ناس كتير بتقيس كل حاجة بالمكسب والخسارة، لكن في كيانات أكبر من كده، كيانات قيمتها مش في ماتش ولا بطولة ولا موسم، الزمالك واحد من الكيانات دي، نادي تعب واتضغط عليه واتقال عليه انتهى 1000 مرة، لكن في كل مرة كان بيرجع ويرجع بشكل يخلّي الكل يسكت. ليه؟ لإن الزمالك عمره ما كان مجرد فريق، الزمالك روح، الروح اللي بتخلّي لاعب يجري لآخر نفس، الروح اللي بتخلّي جمهور يقف ورا ناديه مهما حصل، الروح اللي بتخلّي القميص الأبيض تقيل حتى في أصعب الظروف. خلّيكم فاكرين حاجة، القوة الحقيقية مش إنك تفضل فوق طول الوقت، القوة الحقيقية إنك تقوم كل ما تُقع، وتُقف تاني وأنت أقوى، والزمالك طول عمره كده، يتعب شوية لكن لمّا يقوم، يقوم واقف. يمكن المرحلة دي صعبة، يمكن فيها توتر، فيها أخبار كتير، فيها لخبطة، لكن التاريخ بيقول إن الزمالك بيطلع من أصعب اللحظات أصلب وأقوى، واللي فاكر إن الزمالك ممكن يختفي يبقى
ما قراش التاريخ كويس، واللي فاكر إن الجمهور ممكن يزهق أو يتراجع يبقى ما شافش جمهور الزمالك بجد. جمهور الزمالك مش جمهور يوم ولا جمهور بطولة، ده جمهور قضية، جمهور حب حقيقي، ناس عاشت أفراح كبيرة وعاشت وجع كبير ومع ذلك ما سابتش ناديها. ودي أعظم قوة ممكن يمتلكها أي نادي، هو جمهوره. افتكروا دايما إن النادي الكبير مش اللي يعيش على الراحة، النادي الكبير هو اللي يعدي من العواصف ويكمل. والزمالك عدى بعواصف كتير قبل كده، وأي حد فاهم تاريخ النادي ده يعرف إن اللي جاي مهما كان صعب مش أول مرة ومش آخر مرة. يمكن الطريق طويل، يمكن الرجوع للقمة محتاج وقت، لكن مؤكد إن الزمالك راجع، لأن الكيان ده ما يعرفش الاستسلام. خلي عندك يقين إن كل لحظة صعبة وراها لحظة فرح أكبر، وإن كل مرحلة ضعف وراها مرحلة قوة، والأهم من كل ده إنك تفضل واقف ورا ناديك، لأن النادي ده كان دايما واقف ورا جماهيره، وكان دايما بيلعب عشان يساعدهم حتى في أصعب الظروف. الزمالك مش محتاج حد يذكره إنه كبير، الزمالك كبير بتاريخه، كبير بجمهوره، كبير بروحه، وكبير لأنه ببساطة هو الزمالك. وفي الآخر خلي الكلمة دي دايما قدامك: الكبار ممكن يتعبوا، الكبار ممكن يتأخروا، لكن الكبار ما بيقعوش. نشوفكم على خير في الحلقة الجاية، ولأن نلتقي خليك دايما فاكر إن حب الزمالك مش تشجيع، حب الزمالك انتماء، والانتماء ما بيتغيرش وما بيضعفش وما بينتهيش، وكل الدعم لنادي الزمالك وجمهوره العظيم. مهازل المجلس مستمرة في غياب المدير التنفيذي والمجلس ورئيس المنظومة الإعلامية. نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي توفير حافلات لنقل الجماهير لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز إلى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. اللي حصل النهاردة إن عدد الحافلات اللي توفرت لنقل الجماهير 5 حافلات فقط، وبالتالي عدد كبير من الجمهور جه النادي على ما فيش بالبلدي. وبعد ما الناس هيأت نفسها للسفر في حافلات النادي لم يجدوا أي حل بعد ساعة انتظار. كان المفروض المدير التنفيذي يطلع من مكتبه ويشوف القصة دي ويحل ويتواصل مع الإدارة، لكن على غير العادة ما حصلش. كان المفروض مجلس الإدارة اللي أعلن في بيان رسمي يتواجد واحد منهم يتابع عملية نقل الجمهور، عشان لما يكون في مشكلة في عدد الحافلات الناس تتصرف وتزود وتحل، بدل ما الناس تيجي وتتبهدل وفي الآخر تروح على ما فيش. إهانة، إهانة للصحفيين مش الجمهور بس. امبارح الساعة 12:30 صباحا جروب الزمالك الرسمي المخصص للصحفيين والإعلاميين أعلن إن مجلس إدارة الزمالك قرر توفير حافلة لنقل السادة الصحفيين والمصورين لملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتم تخصيص رقم أحد الزملاء في المنظومة الإعلامية للتواصل مع الصحفيين وتنسيق الحضور. الشيء المهم إن وبعد قرار المجلس بتوفير حافلة لنقل الجماهير يحضر السادة الصحفيين والمصورين عند بوابة 7 وانتظروا أكتر من ساعة ونص، وفي الآخر يتقال للناس معلش ما حدش بلغنا إن فيه باص للصحفيين. لما يبقى عندك رئيس منظومة إعلامية اسمه ماهر غريب، واللي مش فاهم قاعد بيعمل إيه وبيقبض من النادي على إيه وإيه دوره، المفروض البيه رئيس المنظومة يتابع موضوع الصحفيين بعد ما البيه اللي ماسك المنظومة نزل قرار المجلس وفي الآخر مش موجود. لا في رئيس منظومة إعلامية بيحترم الصحفيين، ودي مش أول وقعة، ولا في مجلس إدارة كان موجود يتابع مشكلة الجمهور، خصوصا إن في يوم مهم إحياء ذكرى ال20، ولا في مدير تنفيذي موجود على الأرض. كوميديا المدير التنفيذي ورئيس المنظومة أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك تواصل مع المدير التنفيذي لما عرف قصة الصحفيين بعد ما الناس كتبت
زمايلي قال له: "ما فيش حد في النادي بلّغني إن في بَصْ للصحفيين من الأساس." طَب النادي نزل بيان بقرار مجلس الإدارة بناء على إيه؟ طَب رئيس المنظومة ماهر غريب فين؟ من القصص دي كلّها، وفي الآخر لمّا حد ينتقد ويقول لك: "سيبونا نشتغل يا جماعة." طَب ما تشتغل يا أستاذ ماهر، ده أنت لمّا بتطلع في DMC بتبقى محضّر ألِف باء شغل منظومة إعلامية. عمومًا بإذن الله الزمالك يفوز الليلة على سموحة، والناس اللي اتبهدلت تروّح مبسوطة بإذن الله، والحديث بقية بإذن الله، طالما ما فيش مجلس بيتابع ولا مدير تنفيذي ولا رئيس منظومة إعلامية بيبعد الصحفيين اللي بيغطّوا النادي عن النادي نفسه، وهو مستفيد بلا إفادة. مشادة كلامية قوية بين كابتن أحمد سليمان مع اللواء حسن موسى المدير التنفيذي للزمالك داخل النادي. أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك تم إيقافه بقرار مجلس إدارة النادي لمدة سنة بسبب هجومه الدائم واللاذع على أحمد سليمان. تفاجأ كابتن أحمد سليمان إن هذا العضو الموقوف بيدخل النادي باستمرار، وبعد التواصل مع حسن موسى المدير التنفيذي للنادي، والذي أكد له أن العضو يدخل مقر النادي بتعليمات من هشام نصر نائب رئيس النادي. فغضب سليمان بشدة. اليوم الثلاثاء تواجد أحمد سليمان داخل مقر النادي، وتفاجأ بوجود العضو الموقوف داخل مكتب المدير التنفيذي، بل وسيذهب لمتابعة مباراة الفريق أمام سموحة. وهنا حصلت المشادة الكلامية القوية جدا جدا بين سليمان وموسى أمام الجميع. خدها عندك. لو كابتن حسين لبيب سمعت عن خبر مرضه للمرة التانية اعرف إن المجلس في طريقه للحل والرحيل. أيمن الكاشف بيقول: كويس إن محمود وفا ما طلعش كارت أصفر لحسين الشحات. الزمالك يحصل على موافقة الأمن 10,000 مشجع لمباراة كايزر تشيفز يوم السبت الساعة 6 مساء في استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم 17 فبراير في كأس مصر لتقام 5 مساء بدلا من 2:30، بجانب كمان تغيير الملعب لتقام على ملعب هيئة قناة السويس بدل من استاد القاهرة. هناك اتجاه قوي لإعارة عمرو ناصر بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. حجز مباراة نادي الزمالك وكايزر تشيفز متاح الآن. إعادة مباراة فريق الزمالك مواليد 2005 أمام حرس الحدود في دوري الفريق الثاني. تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره خلاله بإعادة مباراة فريق الشباب النادي لكرة القدم مواليد 2005 أمام حرس الحدود التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي الموافق 4/2/2026 على ملعب القلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري الفريق الثاني الشباب. وفقا للخطاب المرسل تضمن تقرير حكم المباراة قيام نادي الزمالك بحجز سيارة الإسعاف مع التأكد من سداد مصروفات الحجز وإرفاق إيصال السداد. وبناء عليه وطبقا لما ورد بالخطاب قررت لجنة المسابقات في جلستها رقم 28 بتاريخ 7/2/2026 إعادة المباراة المذكورة سالفا يوم الاثنين الموافق 16/2/2026 على أن يتم تأجيل مباراة الأسبوع 21 من بطولة مواليد 2005 لتقام يوم الأحد الموافق 22/2/2026 بدلا من يوم الاثنين 16/2/2026 تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. مرة أخرى لا أفهم سبب إصرار مدرب الزمالك على اللعب بإخوان الفينال داخل الملعب في طريقة مخصصة للجناح إنه يلعب على الطرف وإفساد نقطة قوة. واحد من أهم مفاتيح لعب الزمالك جناحين معروفين إن قوتهم بيروحوا بوشهم، وواحد قوته ياخد في ظهر الظهير.
ليه أدخّلهم كده وأنا بالعب بطريقة 3-3-4؟ مفروض في 2 تمانيات يشتغلوا هُم كده، خاصة إن الظهرين صغيّرين مش هيعرفوا يعدّوا 1 ضد 1 مثلًا أو يعملوا حاجة هجومية. خُدها عندك، أجانب الزمالك خارج الزمالك الموسم القادم. مدرب الزمالك في طريقته هجوميًا بيخلّي لاعب وسط يسقط بين المدافعين ويفتح الملعب بالظهرين ويدخل ألفينا وبنزا لجوّه، برضه مش شايف فيها أي مفاجأة، أنت أصلًا بتخدم سموحة، إنّك تحُط جناحين خط في قلب الملعب والظهرين برضه صغيّرين. خلصت أخبارنا ونشوفكم بُكرة إن شاء الله على خير. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة.